اهلا بيكم في حلقه جديده، وحلقه النهارده معانا خدعه البرجر، ويلا بينا نبتدي. الخدعه بمنتهى البساطه ان الساحر بيعرض لوحه فيها رسومات مختلفه للبرجر. بمجرد انه يمشي ايده على البرجر بنكتشف ان الرسمه اللي هو مشي ايده عليها اتحولت لحقيقه. ومش بس كده، دي صوره البرجر نفسها اختفت من على اللوحه. دي كانت الخدعه بتاعتنا النهارده، ويلا بينا نشوف الشرح. اللي محتاجينه في الخدعة دي حاجتين، أول حاجة فتحة في اللوحة، تاني حاجة مساعد شاطر. المساعد الشاطر ده هيبقى موجود تحت الترابيزة، هيديك البرجر من خلال الفتحة اللي موجودة في اللوحة، وبعدين هيحط لزقة كأن البرجر اختفى من على اللوحة. ده كل اللي احنا محتاجينه في الخدعة دي. وخلونا اثبت لكم كلامي ده. الفيديو اللي قدامنا ده لساحر صيني. الساحر كان بيأدي نفس الخدعه بس غلط غلطه كبيره جدا، الغلطه اللي من خلالها نقدر نعرف ونتاكد بالظبط من الكلام اللي احنا بنقوله. الساحر هنا اخد البرجر عادي جدا، انما بعد ما مشى ايده اكتشفنا ان في فتحه موجوده في اللوحه اصلا. ومش بس كده، ده كمان الفيديو موضح ان في شخص ورا اللوحه. الشخص اللي ورا اللوحه ده هو اللي كان بيديله البرجر، وهو كمان اللي كان بيحط رسمه مختلفه عشان نتخيل بس ان البرجر اختفى من على اللوحه. وقبل ما انهي الحلقه ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت لطيف علشان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقه اللي جايه. وكمان ما تنساش تعملي فولو على الانستجرام، وكمان لينك الفيسبوك تحت. ولو حابب تاخد لفه في جروب القناه هتلاقيه كمان تحت في وصف الفيديو. ولو عندك اي حاجه حابب تضيفها علشان نحسن محتوى القناه، فانا احب اسمع كل الكلام اللي انت حابب تقوله. يا ريت تشاركنا بيه في التعليقات، واشوفكم كمان الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.